ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن المشاعر، بس مش اي مشاعر، المشاعر اللي ما بتتوصفش، وازاي الفنون القتاليه هنقدر نخليها تساعدنا ان احنا نخرج المشاعر دي. في مشاعر جوه الانسان ما بيقدرش يحكيها، فما بتتوصفش وما بتتحكيش وما بتتكتبش، ومش علشان هي مشاعر غلط، بس عشان هي مشاعر عميقة جدا، أعمق من أي كلمة ممكن تتقال. أوقات بنكون محتاجين نقول لحد أنا تعبان، أنا موجوع، أنا مش قادر أكمل، بس بنسكت. ليه؟ علشان إحنا جربنا قبل كده وحكينا بإخلاص، بس الشخص اللي قدامنا رد فعله جرحنا أكتر. ناس قالت لنا أنت بتبالغ، وناس قالت يا عمي ده في ناس تانية عندها مشاكل أكبر منك، وناس استهترت، وناس ضحكت، وناس سمعتك ولا كأنك اتكلمت في حاجة. في الوقت ده بتحس انك مش بس موجوع، انت ندمان انك حكيت، لان الشخص اللي قدامك ما حاولش حتى يفكر في حل المشكله دي معاك، ولا حتى ان هو يحتويك، هو استهتر بس بمشاعرك. فوقتها انت بتحس ان كل حاجه انت حكيتها ما كانش ينفع انها تتقال. والمصيبه انك بتبدا تشك في نفسك، هل انا فعلا ضعيف؟ هل انا المفروض ان انا ما احكيش؟ هل انا غلطان؟ هل مشاعري دي ما ينفعش انها تتقال؟ طب هو انا ماليش حق اكون تعبان؟ بس الحقيقه انت ليك حق تتعب، ليك حق تحكي، بس لما تحكي لحد اختار الشخص الصح. طب هو مفيش حل تاني غير ان انا احكي؟ الحل مش دايما انك تحكي، ممكن يكون في شوية حلول تانية اقدر استخدمها غير ان انا اتكلم مع اي شخص. اكتب، ارسم، اتمرن، ابعد شوية عن الناس اللي بتستهين بمشاعرك، واخلق دايرة امان حقيقية حواليك. وانا هنا هحكي لكم على حاجة فرقت معايا انا شخصيا، الفنون القتالية. الفنون القتالية مش بس عشان أقدر أدافع عن نفسي من الناس، لأ، علشان أقدر كمان أدافع عن نفسي ضد أفكاري اللي جوايا. فلما بتمسك في رياضة زي دي بتتعلم إزاي تتحكم في غضبك، بتفرغ طاقتك السلبية، وبتستعيد ثقتك في نفسك، وبتتعلم تكون هادي وقت الانفعال وقوي وقت الضعف. وأهم حاجة إنها عمرها ما هتخذلك ولا هتحكم عليك ولا على مشاعرك. فالفنون القتالية مش بس ضرب، هي نظام وصبر ووعي، فبتعلمك انك تحترم حدودك وتحترم حدود غيرك، وبتخليك دايما حاسس بامان من جواك حتى لو العالم اللي حواليك غير امن. فلو حاسس انك تايه، بتتألم، موجوع، ابدأ بخطوة بسيطة جدا، وهي انزل اتمرن. خد نفس عميق وخلي الفنون القتالية تبقى هي وسيلتك للتعبير. مش لازم تكون بتعبر عن اللي جواك بالكلام، لا، هي هتبقى وسيلتك للتعبير عن مشاكلك بس بشكل صحي اكتر، لانك تستحق تكون قوي من جوه زي ما انت قوي من جوه. وطبعا انا مش محتاجه اقول بقى ان انتوا تعالوا وانضموا لينا في التمرين وانضموا لعيلتنا وان احنا معانا مدربين جامدين جدا والكلام ده، اكيد كلكم عارفين. ووسط الفريق بتاعنا عمرك ما هتحس انك غريب، هتحس انك وسط عيلتك بجد. فيلا خدوا الخطوه وانضموا لاكاديميه الابطال لفنون الدفاع عن النفس، وما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب. سلام.